ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ معاكم جهاد العمري في حلقه جديده من حلقات هنتكلم كوره فانتزي بقى. فانتزي وانا لابس تيشيرت تشيلسي كده. تيجي تقول لي انت لابس تيشيرت تشيلسي ليه؟ هقول لك عشان انا عندي حاجه في دماغي تقريبا. يعني انا في حاجه مش مظبوطه. يعني انا ما اعرفش انا ليه رحت جبت ثلاثه من تشيلسي. ما اعرفش، ما تسالنيش. يعني جبت كوكوريا وبالمر وخواو بيدرو، انا ما اعرفش ليه. يعني ما تسالنيش السؤال ده، انا ما اعرفش. وفي الاخر مشكله ان انا فاهم ان هم بيلعبوا كريستال بالاس. يعني فاهم، انا قلت بس ايه بقى، ابطال العالم وهيروحوا يكسروا الدنيا قدام بقى كريستال بالاس والدنيا حلو. مفيش الكلام ده، مفيش الكلام ده خالص. ده كان هيخسروا. يعني ده الحمد لله ان انا خرجت ب 8 بونت بتوع كوكوريا دول. والله بجد حقيقي انا مش عارف. وقعدت افكر بقى اعمل بنش بوست، وعملت بنش بوست واشتغلها يا معلم. قال لك 400,000 و600 اي كلام، ده كله اي كلام. انا في الاخر عامل بنش بوست على لعيبه ولا حاجه، ولا حاجه. محدش فيهم جاب لي اي حاجه. بص، انا ما اعرفش ليه بعمل كده في نفسي. والله انا ما اعرفش انا بعمل كده في نفسي. ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب، ويلا بينا نبتدي. وهبتدي معاك بالمراحل اللي انا كنت بمر بيها وانا بعمل الفريق. يعني وانا بمر كده في الاول كنت بفكر ان انا اجيب وود وان انا اجيب هالاند، وكان معايا الاثنين. فتعالى بقى اوريك انا عملت ايه. بص الحلقه دي اول لما ابتدينا خالص وقلت بقى ايه، انا بعمل الخطه بعمل الفريق. بص اول مهاجم رحت جبته مين؟ بص اهو وود. شايف وود؟ رحت جبت وود وفرحان بقى وماتشاته حلوه والدنيا تمام. معرفش بقى دي اللي جابت وود هي دي برضو اللي مشيته. انا معرفش حاجه تانية. وبص قاعد بتكلم عليه وفرحان بقى وبتاع، وبتكلم بقى بص كلام بقى، وقاعد بعمل كده وبتاع. بلح الناحيه التانية. بص ده اللايف اللي قبل يوم الجمعه، اللي هو كان قبل بالظبط الديدلاين ب 3 4 ساعات. بص كان عندي مين؟ مش ده هالاند؟ مش ده كان من الكابتن؟ تمام. وقاعد والدنيا تمام، بس كنت شلت وود تمام، وعامل بنش بوست والامور حلوه. وقاعد بقى بتكلم بقى وبتاع، خلاص هو هالاند كابتن. اصل ما ينفعش ان انا اكون مشجع للسيتي وما لعبش هالاند. فاهم؟ يعني تبقى عيب. بس انا لا، انا استاهل. انا استاهل. عشان كده لبست تيشيرت تشيلسي. فاهم؟ عشان كده لبست تيشيرت تشيلسي. اقل فريق لعب فرق في التوب 6 بالظبط. انا عامل زي تشيلسي دلوقتي. انا دلوقتي في منتهى الحزن. حضرتك انا رحت عملت ايه بقى؟ رحت عملت بنش بوست. جبت كالهر بنقطه، فيربروجن بتاع برايتن. الراجل كان كسبان 1-0 لغايه الدقيقه 97. مونيز مهاجم بتاع فولهام قرر ان هو يجيب جون في اخر لحظه من 6 نقط لنقطتين. ده وش فتح كلام كده. آية نوري 9 نقط الحمد لله. فان ديفين كلين شيت الحمد لله قدام بيرنلي نفس الكلام 6 نقط حلوين. كوكوريا 8. سترويك اللي بره ده المدافع ده، سترويك ده عارف مين؟ بتاع ليدز، كان بيلعب قدام ايفرتون. المفروض ان هو محطوط سيت بيس تيكر بنالتيات. الراجل بيشوط البنالتيات بتاعت ليدز. قلت يا رب يا رب يجي لهم بينالتي مثلا. والناحيه الثانيه انا معايا في ايفرتون هول الراجل اللي يجي فاهم يرفع كورنر ولا حاجه يتحط جون، او الراجل اللي يجي لهم بينالتي هو يشوطها ايا كان. قلت بقى ايه، حاجات حلوه كده نلم بنقط. مش عايز يا عم كلين شيت. الراجل جالهم البينالتي مش هو اللي شاطها، المهاجم اللي كان نازل بديل هو اللي شاطها. تمام، تمام جدا. يعني تمام جدا 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 جدا. جاب 8 طبنات تمام. وفرحان جدا 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 الصراحه بمستوى الدفاع بتاعي. مستوى الدفاع بتاعي يعني معايا كلهم جابوا بوينتس. اقل واحد فيهم جاب 6. سيبك من ستيف ده، ما كنتش عامل حساب عليه اصلا. صلاح يعني بص قال يلم الدنيا شويه بان هو ايه، يجيب جون في اخر دقيقه. يجيب جون في اخر دقيقه بالكابتنه ب 16 هول نقطتين. ما دخل فيهم جون، حتى ضيع كلين شيت. بالمر ابو 10.5 مليون ده جاب 3. ريان شرقي الحمد لله جوارديولا يعني اخيرا 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 في اخر ربع ساعه تلت ساعه نزله الراجل، بعدها ب5 دقايق جاب جون. الحمد لله يعني لم الدنيا معايا. قدوس اسيستيتين والدنيا جميله وكلين شيت، والراجل عامل ماتش جامد جدا جدا جدا. جواو بيدرو بقى، جواو بيدرو المهاجم اللي انا مشيت وود وجبته، جاب نقطتين وود جاب 13. واتكنز اللي انا مشيت هالاند وجبته جاب نقطتين وهالاند كان جاب 13. انا بقى كنت مكابتن هالاند.
انا كنت مكابتن هالاند، تمام؟ يعني انا كنت زمان دلوقتي 26 بونت هنا و13 هنا، بقى معايا 39 بونت بس باتنين مهاجمين. مارك جويو بتاع تشيلسي اللي كان قبلها بتاع برشلونه، الراجل المحترم اللطيف، قلت بقى الراجل ده اكيد هيلعب مهاجم، يعني اكيد هيلعب اساسي مهاجم، اكيد هينزل بقى في ماتش ساندرلاند وويست هام ممكن يجيب له جون ولا حاجه. ما لعبش، ما لعبش. جبت كام؟ 76. انت عارف ان لو انا كنت يعني بلعب بهالاند وبلعب بود وكنت مكابتن هالاند، كنت جبت 98. كنت زماني دلوقتي يعني مرتاح، مرتاح قوي في التوب 3 4000 واحد، مرتاح قوي 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 يا عم. بقول لك ايه، 50,000 واحد انا مرضي. بس دلوقتي ضيعت تشيبايه، ما عارف. المشكله بقى ان انا دلوقتي يعني ايه، عايز اخد اي خطوه ومش عارف اعمل ايه. يعني هتيجي تقول لي طب ليه يعني؟ هقول لك عندي شويه مشاكل. هتيجي تقول لي طب انت يعني ايه المشاكل؟ هقول لك يا حضرتك ان انا محتاج اجيب هالاند، لان ماتش توتنهام بالنسبه لهالاند ده ماتش حلو جدا جدا. بس في نفس الوقت جواو بيدرو عنده ويست هام، واظن ويست هام ما اداش احسن اداء خالص، واظن ان لسه ممكن ندي فرصه تانية للعيبه تشيلسي ان هي ممكن تعمل حاجه. والمشكله في حاجه ان انت عشان تجيب هالاند انا محتاج ان انا يعني ايه، امشي اتنين لعيبه، فاهم؟ ولازم يبقى في منهم بالمر، كده 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 لازم ساعتها يبقى في منهم بالمر. فانت هتعمل ايه بقى؟ ده بقى اول كده. واتكنز عنده ماتش برنتفورد، برنتفورد لسه خسرانه 3-1، فاهم؟ ماتش مهزله من نوتنجهام. نوتنجهام بتلعب كرة عادي يعني على الواقف كده هزقتهم 3-1. كريس وود جاب جونين، فعادي ممكن واتكنز، فاهم؟ امشي واتكنز من هنا الاقي الناحيه الثانيه ايه، واتكنز جايب هاتريك وعملها معاه قبل كده، يعني جاب سوبر هاتريك قبل كده تقريبا في ماتش قدام برايتن حاجه كده، عادي. فاعمل ايه؟ ما عنديش حلول. بص، اللي انا بفكر فيه الفتره الجايه بصراحه، لان انا محتاج ان انا يعني ايه، في 4 لعيبه كده محتاج ان انا ابتدي المهم وابتدي اشيلهم. اللي هو مين؟ اللي هو خواو بيدرو واللي هو واتكنز. لان طبعا محتاج الاثنين دول ان انا اجيب وود بمنتهى الامانه، يعني بمنتهى الامانه انا هقول لك بمنتهى الامانه واكون صريح، وود واجيب واحد زي هالاند من الاخر، فاهم؟ وامشي بقى ايه بالمر، ممكن اجيب ادينجرا. ادينجرا 5.5 مليون تبقى الدنيا لطيفه. عارف بقى مشكلتي في ايه؟ ان انا واقفه معايا دلوقتي على ان وود غلي، تمام؟ وسيمينيو غلي. فانا دلوقتي حتى يعني هول، يعني لو انا مشيته وجبت سيمينيو واقفه معاه على 200,000. ايه ده؟ ايه ده؟ يعني ايه الحل؟ يعني انا اعمل ايه طيب؟ اعمل ايه والله؟ فعلا اعمل ايه يعني حد عنده اي حاجه يقولها؟ هقلل المشكله ان انا دول عشان اعملهم محتاج كذا ويك، تمام؟ بص بقى يا باشا، ماتشات كريس وود، الماتش التاني صعب شويه شويه لان هو بصراحه بيلعب على ارض كريستال بالاس، بس عنده ماتش ثالث ويست هام هوم، عنده بيرنلي الماتش الخامس، وعنده ساندرلاند الماتش السادس. يعني قمه الماتشات. انا مش عارف اعمل ايه، يعني انا هفضل قاعد مستني كده، هتفرج بقى عليه الويك الجاي وهو بيعمل. اعمل يا باشا، وانا مش هعرف اعمل حاجه، لان انا الصراحه ما عنديش الجرأه ان انا الصراحه اروح اجيب امشي جواو بيدرو واروح اجيب وود بصراحه دلوقتي يعني، والاقي جواو بيدرو عمل او الاقي واتكنز عمل وفاهم. بس اعمل ايه بقى؟ اعمل ايه؟ ما عنديش لعيب كمان ممكن يغلى 200,000 في اسبوعين ثلاثه اعرف ان انا ايه يعني ما عنديش. انا محتاجه يغلى 400,000 كمان عشان ابيعه، فاهم؟ فاخد 200,000 زياده دول عشان اعرف اجيب سيمينيو. طب اعمل ايه؟ عندك اي حلول؟ انا مش عارف، انا فعلا مش عارف. ماتش بقى برضو اللي فيه كلام، ماتش بيرنلي وساندرلاند. بيرنلي وساندرلاند الفرقه دي متعوده دايما ان هم بيلعبوا بعض معظم ماتشات او فيها تعادل. الماتشات الاكتر شويه بعد التعادل ان ساندرلاند بيكسب وبيرنلي برضو بيكسب بعدها، يعني هو الترتيب الاكتر تعادل، بعد كده ساندرلاند بيكسب وبعد كده بيرنلي. اجيب مين؟ اجيب مين؟ المشكله ان انا هفضل قاعد بتفرج عليا كده. اه خلاص، مش هعرف اعمل حاجه، فاهم؟ يعني ما عنديش حلول قوي دلوقتي ممكن احلها. المشكله برضو ان مكاتي مثلا، لو انا مثلا هقرر مثلا يا عم انا هقلل يا عم اللعيب ده، بس بصراحه مش هفضل العب بهول بصراحه، لان منظر ايفرتون يعني حاجه ضحك ضحك، يعني ضحك للركب. لو انا جبت مكاتي، بص، تمام، هبقى معايا فلوس، تمام. بس المشكله بقى ان انا حتى لو انا عملت كده، لان بسبب وود
مش هعرف ان انا في يوم من الايام امشي مثلا سترويك اللي هو ب4.5 مليون واروح اجيب مدافع قوي ثالث، يبقى انا ساعتها بلعب 4 مدافعين. ممكن في فترات العب كوكوريا والعب مثلا بجابرييل مثلا او ساليبا او مثلا فان دايك وايت نوري وفان ديفين. مش هعرف اعمل دي، محتاج بقى ساعتها بقى وايلد كارد بقى، واقوم مقلل بقى ايه كالهر وممشيه واروح اجيب حارس تاني ب4 دبرافكا مثلا ولا حاجه. انت فاكر ان انا طالع اتكلم معاك ان انا اعمل حلقه عشان خاطر اقول لك الصح ايه؟ والله يا ابني انا ما عارف الصح ايه، بس انا اقول لك على حاجه. انت لو انت عندك آه، هالاند كابتنه الويك الجاي، لو انت ما عندكش هالاند وما عندكش وود ومعاك واحد منهم مثلا، روح هات التاني، اتصرف وروح هات التاني. بس انا اقول لك على حاجه، انا ما عنديش حلول، انا مش عارف يعني، انا مش عارف. مشكله ان مكاتي برضو يعني ممكن مش شرط يلعب، بس هتلاقي اندرسون مثلا هو اللي ممكن يلعب، بس برضو ما حلتش حاجه، ما هو ب5.5. اصل مش هروح اجيب واحد بقى مهمش، يعني كفايه كفايه. انا دايما من الستايل بتاع اللي هو ايه، العب بفريق كامل يعني على الاقل من 15 الفرقه على الاقل يكون في 14 بيلعبوا، ولازم يبقى الجون بيلعب اصلا. تمام، يعني على الاقل ممكن مثلا استغنى عن مدافع اصلا. ستيف بالنسبه لي مش قصه لان هو كده كده ب4، فانا مش عارف الحلول. فاكر بقى ان انا اقول لك على حلول غيرك اشطر. تعالى بقى يا باشا، يعني فاهم، اكتب لي تحت في الكومنتات عشان انا ما عنديش حلول، وانا مش عارف انا المفروض ان انا اعمل ايه في الشغلانه دي. بس انا بمر تقريبا باغرب مرحله في فانتزي. انا كانت قالت لي والله وانا في اللايف، قال لك انت جهاد العمري هيعمل وايلد كارد في الويك التاني. انا مش عارف، واكتبوا لي بقى هل يا ترى يعني نطلع بقى في لايف وتساعدوني ولا نعمل ايه. خلي بالك على فكره اللايف ده كان في جزء منه سوحني، يعني واحد خلاني اجيب هالاند وقام خلاني امشيه، يعني عادي يعني فاهم. واحد قال لي واتكنز اوعى تفرط في واتكنز. جبت واتكنز، كونسا اتطرد، استون فيلا ما عرفتش تلعب، ونيوكاسل اللي من غير مهاجم ما لعبتش الماتش اصلا، والماتش خلص 0-0 عادي مفيش اي حاجه. ايه الحل؟ ايه الحل؟ انا عايز حل. انا بجد يعني انا دلوقتي بتكلم عشان انا عايز حل. عندك حل؟ وكتيكي كمان اللي انا ما جبتوش ده، لقيته فجاه يعني. طب ما انا جايب لعيبه لسه اول مره تنزل عادي. طب ما انا عندي اهو ريان شرقي يعني، طب ما يلعب من اول الماتش يعني. مش فاهم الكتيكي ده لسه دخيل جاي جديد على الدوري، قام راح جاب جون واسيست. طب ليه طيب؟ ليه؟ ريتشارلسون اللي فجاه اكتشف ان هو يعني انا هرجع العب تاني. يا ابني ما انت يا ابني ما كنتش تعمل اي حاجه يا ابني، انت كمان الناس كانت بتكابتنك ساعات يا ابني ما كنتش تلعب. يعني أنا مش فاهم انا ليه بيحصل معايا كده. انا الصراحه مش عارف. ده اغرب فيديو انا ممكن اكون عملته في حياتي، ان انا اكون طالع مش عارف اقول ايه اصلا، ومش يعني انا عرضت لك الفريق تمام، وعرضت لك الضحك كله، وعرضت لك ان انا كان عندي الاثنين اللي جابوا اعلى اتنين كمهاجمين. التالت بتاعهم ريتشارلسون ما كنتش بفكر فيه الصراحه، بس الاثنين دول كانوا معايا وانا قلت لا 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 لا, لا. طبعا انا هعمل ايه بنسبه كبيره جدا؟ هفضل قاعد بتفرج. بصراحه ما عنديش اي حلول خالص دلوقتي. الخطوه الجايه اللي انا ممكن اعملها ايه؟ ان انا ممكن يبقى اسيف الترانسفيريه دي، والترانسفيريه الجايه ان انا ساعتها لو لقيت الصراحه تشيلسي مش في احسن حالاتها، او مقرر ان انا تشيلسي بقى افرط فيها فاهم، وممكن امشي 2 من تشيلسي بمنتهى الامانه يعني. ان لم يكن ان انا ممكن اقوم عامل ماينساي بقى بالشكل ده على الاقل الويك الجاي. المشكله ان انا حتى عشان اجيب وود واجيب هالاند واجيب الاثنين دول، محتاج ان انا اعمل تغيير ثالث، ان انا اخرج بيه بالمر من الفريق واجيب حد اقل بيه بادجت. فانا حتى لو انا بفكر في كده، يعني تعالى كده يا عم، انا مش هجيب ادنجر يا عم، هجيب وود وهالاند، وهجيب هنا مثلا آه مين. ممكن اجيب بيدرو نيتو، بس بيدرو نيتو برضو مش، انا كان معايا بيدرو نيتو في الاول، ممكن ساعتها يبقى ده الحل. بس ده المشكله ان انا ايه، هعمل حاجه من الاثنين، يا اما هستنى مش هعمل اي حاجه غير بالكتير قوي ان انا اجيب وود بس الويك الجاي وش يعني، على حسب برضو الاداء بتاع المكسحين اللي عندي في الهجوم، او استنى الويك الثالث
فاهم، عشان اخد الخطوه دي. والمشكله تبقى حاجه غريبه جدا ان انا اقوم مخلص كل الترانسفيرز بتاعتي قبل الويك يعني الثالث، اللي هو المفروض ان بعدها على طول في انترناشونال بريك، مش عارف بقى مين اللي هيتصاب ولا مين اللي هيعمل ايه. ولا ممكن ان انا الويك الجاي بعد لما الويك التاني يخلص قبل الويك التالت ما يبتدي اقوم رايح عامل ماينصايه دمها تقيل جدا، او بقى ان انا في الاخر ارمي الفريق ده كله في الزباله من الاخر يعني، واجيب بقى فريق على نضيف. ده دغري، خليك دغري وخليك صريح. واقوم ايه بقى عامل وايلد كارد في السريع منه، ويبقى حاجه ضحك. هتبقى مهزله الصراحه. هتيجي تقول لي انت ليه ما بتفكرش في فريق حد من ارسنال؟ الصراحه ارسنال عنده ماتش حلو جدا قدام ليدز. ليدز بالنسبه لي فريق بيحاول كتير جدا، بيوصل ساعات كتير، بس في الاخر ما بيفنش. فبالنسبه لارسنال هو مش هيوصل اصلا من الاخر يعني. وبالنسبه لارسنال عندها حلول برضو، كور ثابته يعني، ممكن تعتمد على واحد من المدافعين اذا كان ساليبا ولا اذا كان جابرييل. زي ما انت شفت كام ماتش اللي فات، رافعه من ديكلان رايس، هيد كالافيوري عادي يعني، ما فيش اي حاجه خالص. ممكن تفكر فيهم. شايف ان طبعا السيتي لو انت عندك حد ما اتفرجش فيه لمجرد ان هو ماتش توتنهام، ماتش توتنهام فيه جوان من ناحيتين كده كده. الناحيه الثانيه نيوكاسل وليفربول، عندي مشكله الصراحه. نيوكاسل من غير ايزاك ما بتخربش، فريق غلبان كيوت خالص ما بيعملش اي حاجه. مش هروح اجيب الصراحه حد من دلوقتي مدافعين ليفربول. اول لما يخلص ماتش ارسنال الويك الرابع ان شاء الله، بعد ما نرجع من الانترناشونال بريك او التوقف الدولي، نروح نجيب بقى مدافع. ما عندهم ماتش بيرنلي، عندهم ماتش ايفرتون، الماتشات الحلوه دي. بصراحه اكتر فريق كنت شايف ان هو ماتشاته حلوه جدا بعد، طبعا توتنهام عندها ماتشات حلوه جدا بعد السيتي، بعد ما تخلص ماتش السيتي. وهجوميا على فكره برضو ماتشات توتنهام حلوه تمام. لو انت ما جبتش قدوس 6.5 مليون ده حاجه تتخطف بيها من الاخر يعني، تخطفه من غير لما توجع دماغك. ماتشات بقى يا باشا، تشيلسي بعد التعادل بتاع كريستال بالاس ده، انا مش فاهم لهم حاجه يعني، انا مش فاهم لهم اي حاجه. انت بقى لو انت فاهم لهم حاجه تحت اكتب لي تحت في الكومنتات انت فاهم ايه، وفهمني اسيبه ولا ماشي ولا ارمي التيشيرت دي، عشان انا مش عارف. طبعا هي دي اخر حاجه. لو انت عايز نطلع لايف اتكلم فيه، نطلع برضو ناخد راي بعض، انا تمام. اكتب لي تحت بقى في الكومنتات ان احنا عايزين لايفات، لان انا بصراحه انا مش عارف كمان المواعيد بتاع اللايف ممكن تبقى عامله ازاي، لان برضو في الماتش برضو بتاع الافتتاح هيبتدي يوم الجمعه بتاع الاسبوع او الجوله الثانيه. لو انت مش عايزنا نعمل لايف، انا شايف ان انا كتر خير الدنيا قوي 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 لحد كده. ممكن برضو لو عندك اي فكره ان انت تلحقني بيها، تقول لي على لعيب واحد ممكن نجيبه، والدنيا تبقى تمام. بس مش عايز اي حاجه. سلام.